سمعوا، غنقول لكم واحد الحاجه. كانوا كيسميونا، انا من هولندا، كانوا كيسميونا دو ماروكارا. دابا كنتفرج في الاخبار، المذيعه قالت دو ماروكانس نيدرلاندرز zijn feesten het vieren. المغاربه الهولنديين يحتفلون. قال لك البارح كان عندنا حداد، واليوم عندنا فرحه. قال لك خيستر وسط triest. En vandaag de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap viert een feest. وكيفتخروا. انا عمرني ما سمعت شي اخبار زوينه. يعني حتى حنا هذا كان تيحسسنا اكثر بالغربه، وما كناش كنفتخروا براحتنا. المغاربه الهولنديين يحتفلون. ما عمرهم ما ذكروا شي اخبار زوينه وقالوا المغاربه الهولنديين. يعني بدات المخلفات والنتائج الزوينه ديال هاد الشيء اللي داروا لنا هاد الوليدات. ما نقدرش نقول انا غير جالسه ما كنتش كنتفرج في الاخبار. بنتي مشغولين كل واحد اش كيدير. حتى سمعتها، يعني احتضنونا، بحال قلتي واحد النوع رجع لينا الاعتبار ديالنا. يعني والله الكره رجعت لينا الاعتبار ديالنا. وكنظن ان بزاف ديال الناس ديال الجاليه المغربيه اللي كانوا كيحسوا بالغربه اكثر والعنصريه اكثر غادي يحسوا هذا الاحساس، عوده الاعتبار. مذيعه فرحانه وكتسمينا المغاربه الهولنديين. واخا يلاه خسرت هولندا البارح، ما نكذبش عليكم. يا مازال ما عنديش كلمات بالعربيه اللي تعبر على الاحساس ديالي. شحال عانيت باش نثبت نفسي كمغربيه. خصني نقدم الدوبل ديال لي كوليك ديالي باش بحرا نبان، باش بحرا تعترف بيا وتعترف بينا دابا. وخلونا الناس نحتفلوا برا، ما تزعجوش. ما كانش ديك الغباشه، ما كان والو. المهم قال لك على الاقل ما ربحناش حنا، يربحوا المغاربه ديالنا، لان كاين جوج اللاعبه هولنديين كنظن ولا ثلاثه. احلى احساس في الغربه. شفتوا اللمعه في عينيها، شفتوا الفرحه، شفتوها كيفاش حابسه الدمعه. هذا هو المخلفات والتأثيرات ديال الماتش ديال كرة القدم. موهوم من يقول بأن كرة القدم مضيعة للوقت وللجهد والمال والثقافة والفن، يعني مضيعة للوقت والجهد والمال، إلا غير نعرفوا فين نصرفوا وعلي ما نصرفوا وكيفاش نصرفوا. اليوم يعني هاد الوليدات اللي مشاو كأس العالم، يعني الدول كتخسر الملايير باش انها تغير الصوره النمطيه عليها. الناس كيخسروا الملايير ديال الدولارات من اجل الترويج لبلادهم والماركتينغ لبلادهم. اليوم فريق ديالنا المغربي ربح فلوس ومشى سوق المغرب في ابهى حله فابور. الحمد لله. يعني الاصداء جميله جدا كتوصلنا من مجموعه من افراد الجاليه المغربيه بالخارج. هذا الشيء اللي كيغيظ الاعداء والحساد والحاقدون على المغرب والتمغربيت. هذا الشيء اللي كانوا بعض الحاسدين وبعض الحاقدين صرفوا فلوس صحيحه وملايير صحيحه ونظموا وجابوا ومشاو زوقوا وبسوا اليدين والرجلين باش يجيو عندهم الزعماء والرؤساء ديال الدول وما جاهم حد. وبالتالي اليوم المغرب ملي وصل لهذه الحاله بدات الابواق ديالهم كلها ضده. غادي نشوفوا في هذه الحلقه كيفاش اليوم مجموعه من الجزائريين الحاقدين، وهنا اقول واسطر على الحاقدين ولا اتكلم عن الشرفاء واولاد الناس اللي خرجوا دعمونا وفرحوا لنا كما خرجنا وفرحنا لهم في 2019. وهذا هو النورمال وهذا هو العادي وهذه هي القاعده اللي خاصها تكون. في حين ان الاستثناء هو اللي غادي نشوفوه اليوم، استثناء ديال مجموعه من الاشرار الذين يطالبون اليوم بالدوله الفلسطينيه الجزائريه انها ترجع فلوسها من فلسطين، لان الفلسطينيين اليوم خرجوا فرحانين للمغرب. غادي نشوفوا كيفاش اتهمونا بالشعوذه، كيفاش مارسوا في حقنا على المباشر الشعوذه، وكيفاش بزاف ديال المواضيع. واحد الزلزال كبير داروا مؤسسه المتحف الفلسطيني اللي هي مؤسسه رسميه تابعه للدوله الفلسطينيه،
دارت واحد البوبليكاسيون ولاحت واحد التمبر قديم يعود الى سنوات السبعينيات فيه خريطة المغرب، فيها تندوف وبشار وأدرار. هي مؤسسة رسمية فلسطينية ودارت هذه البوبليكاسيون ويعني فرجات لنا أو أفرجت على واحد التمبر طابع بريدي قديم جدا. يعني حلقة مهمة بزاف، فيها معطيات تاريخية، فيها كذلك صور فيديوهات حماس، تفرجوا فيها من الأول حتى الآخر. مشينا مع محمد السباعي. حاحر يتكالفوا بالسحور، دايرين السحور ولا بينتوه السحور تاعكم، بينتوه السحور تاعكم بان بما خسرتوا كاع ماتش. شكون نتوما؟ بريزيل خسرت، فرنسا خسرت مع تونس، نتوما ما تخسروش. الى دين باباكم السحور تاعكم هذا الفقير تاعكم. شكون هذا الفقير تاعكم؟ سير تاع الملك، هذا الفقير تاع الملك هو تاعكم. راني نمرض راكو كي تنبحو، راني نمرض مانيش نرقد، يا راني لا طوسو راه طيح ليا ولا يا مانيش ناكل كي تربحوا، راني باغي تخسروا باش نولي نورمال، نولي عادي، مانيش نورمال كي تربحوا. راحنا عارفين انك ماشي نورمال ايها الاحمق ايها الابلاب. شوف الحاجه بعض يعني من اللي ما كيقدروش يسيروا المغرب، يعني كيقولوا كاع الحويجات اللي دار المغرب درناها وما وصلناش ليه. علاش؟ كاينه واحد الكلمه تما راه قالها وليد الكراكي اللي هي النيه. ملي ما وصلوش هاد الحويجات كلها، ناض وسيدي قال لك ما قال لك المغرب دار هادشي بالسحور وغادي نقضيو عليه حتى حنا بالسحور. غادي نشوف واحد المباشر مضحك اللي هو هذا، فيه كلام خايب ما غاديش نقدر نحطو لكم لانه راك عرفتوا التربيه ديال ولاد الحركي، كلام غير خايب. حتى الفيديو اللي داز قبل راه حاولنا نقطعوا ما امكن، راه عامر حتى هو كلام خايب. كيفاش هزوا التصويره ديال الملك وبداو كيسحروا بها في تقسيم جماعي ديال السحر والشعوذه. قالوا الملك ديالنا والمغرب ديالنا واصلين الحمد لله لهذا الاشاع العالمي وهاد النجاحات بالسحور والشعوذه، اجي نقضيو عليه حتى حنا بالسحور والشعوذه. بعض الصفحات ديالهم ناضت اسيدي وقالوا بان المغرب نجح عن طريق وضع حجاب في المرمى. شوفوا غير فين وصل بهم الخيال وفين وصل بهم يعني هذا الخيال ديالهم فين وصل. في الوقت اللي كنشوفوا بعض الاخوان ديالنا اللي كاينين في دول بعيده بزاف منا كيفاش كيدعيو المغرب ويهزوا يديهم للمغرب وخايفين على المغرب وعلى الصوره ديال المغرب وبغاو النجاحات للمغرب، كيبقى فيك الحال وكتقول الجار اللي من هوك لي البارح عاونتو حتى شد الاستقلال، بارك عليا بالسحور والشعوذه والسبان. شوف واحد الفيديو مؤثر جد مؤثر من اندونيسيا، كيفاش تفرجوا في الماتش وكيفاش كانت الدعوات ديالهم الجميله جدا في حق المغاربه والتمغربيت. دائما اصر على التمغربيت لان التيكا او الهويه ديالنا اللي ما كايناش عند شي واحد. لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. زعما راه كتحس بشي حاجه، واحد الانرجي يا سلام، وواحد الحسره كذلك فاش كتشوف الجار ديالك بعض الاماعات فيه وبعض ولاد الحركي كيفاش كيسبونا وكيفاش كيعيرونا وكيفاش كيتمناو لينا يعني الهزائم، وكتشوف واحد بعيد عليك بعشرات الالاف ديال الكيلومترات ما عندك مع حتى شي تعامل، ما دمك ما اختلط بالدم ديالو، ما كايناش علاقه نسوبيه، ما كاين والو، كتشوفوا هز يديه وفرحان لك. نشوفوا واحد العراقي اخر حتى هو او جوج فيديوهات من العراق كيفاش حتى هما كانوا كيهزوا يديهم للمغرب، وهذا الشيء باش نقارنوهم مع هذوك ولاد الحركي اللي كيسبوا وكيعيروا في المغرب وفي التمغربيت وكيسحروا لنا بغاونا نهزموا. شوفوا جوج فيديوهات جد مؤثرين من دولة العراق. صفر يا حكم، مغرب العروبة، صفر يا حكم، صفر يا حكم من العراق العظيم، صفر يا حكم،
لا اله الا الله محمد رسول الله. باش تشوف خوتنا العرب اللي بعادين علينا بالالاف ديال الكيلومترات والمسلمين العشرات ديال الالاف الكيلومترات في اندونيسيا كيفاش تفاعلوا مع المغرب. نرجعوا لفلسطين. مجموعة من الجزائريين ومجموعة من التدوينات الجزائرية قال لك خاصنا واحد الوقفة مع الفلسطينيين، احنا اللي كندعموهم وكنعطوهم الفلوس كيفاش اليوم هما كيمشيو يدعموا المغرب. مجموعة من المنشورات، هذه فقط أمثلة كنشروها لكم على بعض الجزائريين اللي هما راه كانوا كيعطوا الفلوس ماشي دعما لفلسطين، لا كانوا كيعطوا الفلوس من أجل أن فلسطين ما تحبش المغرب وتعادى مع المغرب. ياك شهور هذه أو سنوات وانتم باركين كتبغيو تحشيو الركابي للمغرب، كتبغيو تسمموا العلاقات المغربيه الفلسطينيه. تفرج يا ولد الحركي كيفاش الفلسطينيين اليوم كيتبورشوا كلهم كيتهزوا دعما للمغرب والمغاربه. شوف معايا بنقول من قلب غزه العزه يا اخواتنا وحبايبنا في اهل المغرب، مبروك الانتصار. الانتصار ليس للمغرب بل للشعب الفلسطيني، لانه احنا وانتوا واحد، الدم واحد، الدم واحد. فتحيا المغرب، شرفتونا ورفعتوا راسنا. الله اكبر. اسمعوا يا ناس، اسمعوا يا اهل فلسطين، اسمعوا للمغرب كيف نقول الله اكبر، الله اكبر ولله الحمد. الله اكبر، كبر يا شعب، كبروا يا اهل فلسطين. الله اكبر ولله الحمد. والمغرب يجيب تحية للقدس، تحية للمغرب العربية، للمغرب العربي. شكرا لفلسطين واهل فلسطين. عمر الدم ما يولي ماء، وعمر ما كيدخل ما بين الظفر والصبع او الجلد غير الوسخ. راكم عارفين شكون هما الوسخ. المتحف الفلسطيني اللي هو مؤسسه رسميه تابعه لوزاره الثقافه الفلسطينية نشرت واحد من الارشيف واحد البطاقه رقميه عن عن مشاركه نشرت ضمن فعاليات المعرض المتنقل للدليل العام للدول العربيه لاعوام ما بين 53 حتى ل 70. شوفوا معايا الخريطه مزيان ديال المغرب. ها هي الخريطه اليوم اللي كاينه في فلسطين، موريتانيا كلها وأدرير وبشار وتندوف وجزء مهم من مالي. هذه الخريطة التاريخية للمغرب اليوم ينشرها الإخوان ديالنا فلسطينيين. هذه ما عرفتش وصلت شنقريحة ولا ما وصلتش، واش وصلت لكذبون ولا ما وصلتش. إلى ما وصلتش الإخوان تفرقوا علينا البارطاج. وهذه الحلقة شوف حتى اللي بغى يهزها ويلوحها عندها في اليوتيوب بدني هاني. أنا ماشي من ذاك النوع اللي كيصينيها لي شي واحد أو أنني نضربت القنوات ديال شي واحد. أنا أهم حاجة عندي ماشي هو الفلوس، ماشي هو الأدسنس، ماشي هو شي حاجه. اهم عندي هو الفكره توصل والصوره توصل والمعلومه توصل. اللي بغى يهزها ويبارطاجيها يبارطاجيها الاخوان. شكرا لكم، شكرا على المتابعه ديالكم. ما تنسوش دعم ديال هذه الحلقه بالابوني والاشتراك ونشر الحلقه. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مع محمد السباحي.